السلام عليكم، أهلا بيكم حبايبي ولادي وبناتي أبطال سنة ستة ابتدائي. النهاردة هناخد فيديو مميز جدا عن دورة الماء. يعني إيه يا مستر دورة الماء؟ يلا بينا نشوف. كنا خدنا يا صديقي إن الماء في الطبيعة بيوجد على ثلاث حالات. يا إما يوجد فيه الحالة الصلبة زي التلج مثلا، يا إما يوجد على الحالة السائلة زي الماء السائل، يا إما يوجد على الحالة الغازية زي بخار الماء. يبقى حالات المادة يا صديقي صلبة، سائلة، غازية. ما هو المقصود بدورة المياه؟ بص يا صديقي، المنهج بتاعنا جاب أربع مصطلحات أو أربع تعريف لدورة المياه. كل مرة قال بصيغة مختلفة بس المعنى واحد، تتقال بأربع طرق. أنا بقى هقول معاك الأربع طرق. يلا بينا. أول صيغة لدورة المياه هو تحرك الماء باستمرار على سطح الأرض. يبقى المية بتتحرك بصفة مستمرة على سطح الأرض، وهي بتتحرك هتتحول من حالة إلى أخرى. لسه قايلين الثلاث حالات عن طريق فقد أو اكتساب الطاقة الحرارية. يبقى تحرك الماء باستمرار على سطح الأرض ويتحول من حالة إلى أخرى، الحالات الثلاثة، عن طريق فقد واكتساب الطاقة الحرارية. التعريف الثاني لدورة المياه هي حركة المياه. يبقى المياه بتتحرك بين التجمعات المائية المختلفة. ايه هي التجمعات المائية المختلفة دي؟ هناخدها كمان شوية. بس الأماكن اللي بتجمع بيها المية زي البحار والأنهار والبحيرات، حتى جسم الكائن الحي ده تجمع مائي. يبقى حركة المياه بين التجمعات المائية المختلفة. طيب هتتحرك بين تجمعات وبعضها، ومش بس كده، والغلاف الجوي. التعريف الثالث لدورة المياه بيقول ايه؟ هي العملية التي تتضمن ايه يا مستري؟ حركة مستمرة للمياه. يبقى كل التعريف فيهم حركة. يبقى هي العملية التي تتضمن الحركة المستمرة للمياه من مصادرها المتنوعة على سطح الأرض، اللي احنا قلنا لسه إلى التجمعات، إلى الغلاف الجوي. التعريف ده شبه جدا التعريف اللي قبل كده. يبقى هي العملية التي تتضمن الحركة المستمرة للمياه من مصادرها المتنوعة إلى الغلاف الجوي. التعريف الرابع يا صديقي هي عملية طبيعية تشمل تحول المياه بين الحالات الثلاثة احنا عارفينها، صلبة وسائلة وغازية على سطح الأرض. بكده خلصنا الأربع تعريف. المحتوى واحد بس طريقة العرض هي المختلفة. يبقى لو جالك أي حاجة من الأربعة دولت هو ده تعريف دورة المياه. مراحل دورة المياه في الطبيعة: تنتقل المياه، يبقى المياه بتنتقل يعني بتتحرك، قلنا في التعريفات، بين التجمعات المائية عن طريق أربع أو خمس عمليات رئيسية اللي هي المراحل. أول مرحلة يا صديقي اسمها التبخر، ثاني مرحلة اسمها التكثف، ثالث مرحلة اسمها الهطول، رابع مرحلة اسمها الجريان السطحي، آخر مرحلة اسمها التجمع أو التجميع. هنبدأ يا صديقي بأول حاجة اللي هو التبخر. يعني ايه يا مستر تبخر؟ وازاي بيتم التبخر؟ كنا خدنا قبل كده يا صديقي ان التبخر هو عملية بتحصل للمية بيتحول فيها من صورته السائلة إلى صورته الغازية. يبقى تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وعشان يتم كده بيكتسب طاقة حرارية، يبقى لازم وجود حرارة. تمام؟ وده بقى كيفية الحدوث. كلنا عارفين إن الشمس موجودة فبتصل الأرض وتصل المسطحات المائية طاقة حرارية. مين بقى يمتص الطاقة الحرارية؟ الماء الموجود بقى سواء في المحيطات أو البحار والأنهار. ولما يكتسب الماء الطاقة الحرارية اللي جاية من الموجات أو الإشعاع الشمسي هيكتسب طاقة حرارية فيتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية. في تعديلة مهمة جدا مرتبطة بالتبخر. بيقول لك النبات، كلنا عارفين النبات بيقوم بعملية اسمها عملية النفخ، إنه بيخرج المية الزايدة فيه، طيب في صورة بخار، وده يعتبر
مثال على عملية التبخر. بيقول لك إيه؟ علل يعتبر النتح الموجود في النبات نوع من أنواع التبخر، لأن أوراق النبات تتخلص من المية الزائدة في صورة بخار ماء. تاني مرحلة حاجة اسمها التكثف. خلاص كده المية بقت في حالة غازية، وهتتصاعد الطبقات الهواء العليا. طبقات الغلاف الجوي العليا أو الطبقات العليا دي منخفضة درجة الحرارة، فهيضطر البخار يفقد الحرارة اللي اكتسبها، فهيتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة على هيئة قطرات من المية. قطرات المية دي مين هيحملها أو هيشيلها؟ هتشيلها السحب. نبص على التعريف بقى. هو تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. بيحصل إزاي؟ عندما يرتفع بخار الماء إلى الغلاف الجوي، فإنه يفقد الطاقة الحرارية اللي كان مكتسب، ويتكثف وتتكون السحب. ومن هنا في تعليلة مهمة، يعتبر تكون السحب أحد أمثلة التكثف في الطبيعة. ليه بقى؟ عشان المادة بتتحول من الحالة الغازية اللي هي المية إلى الحالة السائلة. الهطول. يعني إيه يا مستر هطول؟ هو تساقط الماء اللي موجود في السحب. خلاص، وهيسقط فين؟ هيسقط على الارض. هو تساقط الماء على الارض في شكل ايه؟ يا اما يسقط على هيئه مطر، او قطرات مطر متجمده، او ثلج، او برد. يبقى السحب هيسقط منها يا اما مطر، يا اما قطرات مطر بس متجمده، او ثلج، او برد. هنعرف الكلام ده. طب يا مستر امتى يحدث هطول للامطار وامتى يحدث هطول للثلج؟ حاجه بسيطه. السحابه فيها قطرات ماء، السحابه بتحمل القطرات. يجي في وقت معين القطرات دي الحمل بتاعها يكون تقيل، فما بتقدرش تستحمل السحابه تحملها او تشيلها اكتر من كده، فبيؤدي الى ايه؟ ان قطرات الميه دي بتسقط بفعل الجاذبيه. طب ايه يا مستر قصه هطول الثلج؟ هطول الثلج زي هطول الماء بالظبط، بس في فرق بسيط، ان هنا السحابه فيها قطرات ماء، وقطرات الميه ديت حصل لها ايه؟ اتجمدت، عشان السحابه دي اتعرضت لمنخفض جوي. تمام. يكفي ان بلورات الماء او قطرات الماء تتحول لبلورات ثلج فتسقط بفعل الجاذبيه. يبقى السحابه هنا فيها قطرات ميه، والسحابه هنا فيها قطرات ميه. في الحاله الاولى قطرات الميه السحابه مش قادره تشيلها فتسقط على هيئه امطار. اما في الحاله الثانيه قطرات الميه السحابه هتتعرض لمنخفض جوي، فقطرات الماء هتتحول الى بلورات الثلج. قطرات الماء تتحول الى بلورات الثلج فتسقط برضه بفعل الجاذبيه، بس المره دي على هيئه ثلج. كده الميه رجعت تاني لسطح الارض، فهيحصل حاجه اسمها جريان سطحي. ايه بقى الجريان السطحي؟ هو تحرك الماء على سطح الارض بين المتجمعات المختلفه اللي هي الانهار والجداول والبحيرات والمحيطات. رجعت تاني من الغلاف الجوي. عندما يصل الماء الى الارض يتدفق من مناطق مرتفعة إلى مناطق منخفضة، يسقط على الجبال ويسقط على المناطق المرتفعة، ويحصل له تدفق وسريان، يعني مرور أو تحرك بسرعة من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة، وممكن يتسرب منه المياه الجوفية. أول مرحلة شايفين التجمع المائي ده أشعة الشمس سقطت عليه، ولما أشعة الشمس سقط عليه أكسبته طاقة حرارية، فتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية اللي هو عملية التبخر. فبدأ يتصاعد بخار الماء لأعلى إلى أن خفضت درجة الحرارة وتحول من حالة غازية إلى حالة سائلة، وحصل حاجة اسمها عملية التكثف. بمرور الوقت إن قطرات الماء أصبحت أتقل من السحب، مما أدى إلى أنها سقطت
فسقط على هيئة حاجة اسمها هطول. الهطول نزل على سطح الأرض، فحصل حاجة اسمها جريان سطحي، والجريان السطحي جمع الماء دي كلها في حاجة اسمها تجمعات المياه. طب يعني إيه يا مستر تجمعات المياه؟ التجمعات المائية هو مكان لتخزين المياه على الأرض. يبقى التجمع المائي هو مكان لتخزين المياه على سطح الأرض، يعني المية بتتجمع وبتتخزن على سطح الأرض. أمثلتها يا صديقي كتير جدا. هنبدأ الأول بالبحار والمحيطات. إيه تاني؟ البحيرات. إيه تالت؟ الأنهار. إيه رابع؟ المسام ما بين الصخور. إيه خامس؟ التربة ما بين حبيباتها بيوجد في مية. إيه سادس؟ الأنهار الجليدية المتجمدة عند القطبين أو في أوروبا وقت الشتاء. الغلاف الجوي. إيه بعد كده؟ الكائنات الحية سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان.